السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم الباستا فلورا أو المبروشة، وفي ناس بتقول عليه تارت المربى. بس قبل ما أبدأ الوصفة النهاردة ياريت ما ننساش نحط اللايك وشير للوصفة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوفي القناة أتمنى تشتركي في قناتي مطبخ ياسمين رجب. أنا كنت عملت التورت قبل كده في القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، بس عملته بالزبدة. المرة دي هنعمله بمكون موجود في كل بيت ومقادير موجودة في كل بيت. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة. معايا 3 كوبايات من دقيق جميع الاستعمالات. أهم حاجة ننخل الدقيق. هضيف لهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، أنا بستخدم المعالق المعيارية. وهنضيف رشة من الملح. هنا المكونات الجافة بقت جاهزة معانا. بعد كده هنجيب 2 بيضة بحجم كبير يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف لهم كيسين من الفانيليا. هنجيب البولة بتاعتنا وهنضيف نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، و3/4 كوباية من السكر البودرة. ممكن تضيفي من 3/4 كوباية لكوباية من السكر البودرة حسب درجة الحلاوة اللي بتحبيها للتورت بتاعك. احنا النهاردة هنعمله بالسمنة والزيت. ممكن تعمليه بالزبدة بس، وممكن تعمليه بزبدة وزيت، وممكن كمان نعمله بزيت بس لو حابين. بعد السمنة ما اختلطت مع السكر البودرة نزلنا بربع كوباية من الزيت. انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. اول الزيت ما اختلط كده واختفى معانا، شايفين اللي بيبقى هشة جدا، وبيبقى لونها فاتح. الخليط بتاعنا لازم يبقى لونه فاتح. بعد كده هننزل بالبيض والفانيليا. اول البيض ما يختفي معانا هبدأ انزل بالدقيق بالتدريج، هنزل بيه على مرحلتين. اهم حاجة بقى في التورت بتاعنا لما ننزل بالدقيق ما نعجنش. انا مش عايزة العجينة بتاعتي تعمل معايا عرق، انا عايزاها تبقى زي عجينة البسكوت بتبقى مفتفتة، عشان التورت بتاعك يطلع معاكي مقرمش وفي نفس الوقت بيدوب في البق. المرحلة دي او الخطوة دي مهمة جدا، ما تعجنيش الدقيق، بتخلطيه بس مع المكونات. عجينة التورت بتبقى عجينة لينة، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدينا. يعني احنا مش هنضيف ولا معلقة زيادة من الدقيق، هي المقادير دي بتبقى مظبوطة جدا. بعد ما نخلص العجينة بتاعتنا هنبدأ نقسمها بقى لتلتين، التلت هو اللي بنزين بيه، والتلتين اللي هنفردهم في الصينية. في المرحلة دي لو حابة تحطيها في التلاجة لمدة نص ساعة قبل التشكيل ممكن تحطيها. ده التلت بقى اللي احنا هنزين بيه، هنضيف له معلقة كبيرة من الدقيق لان احنا عايزينه يبقى متماسك معانا عشان نعرف نزين بيه التورت بتاعنا. هنا بقى ده التلت اللي اخدناه هنبدأ نفرده كده. لو حابة بقى تزيني التورت على شكل شرايط هنبدأ نقطعه. هنجيب قطعة البيتزا كده وهنقطعه على شكل شرايط، عشان لو حابة تحطيها على التورت الباستا فلورا بتاعك. لكن انا النهاردة هعمله بطريقة تانية خالص، انا حبيت اوريكم بس لو عايزين تقطعوه على شكل شرايح. هنا بقى التلتين جبت صينية، اهم حاجة تكون الصينية بتاعتنا سورها واطي. وهبدأ افرد التورت وهخرمه بالشوكة وهدخله التلاجة نص ساعة قبل ما احطله المربى. وهنا اهم حاجة نعمله حواف كده للصينية عشان المربى ما تلزقش في الصينية بتاعتنا. بعد ما هطلعه من التلاجة نص ساعة بالظبط وهنطلعه ونضيف له المربى. دي مربى مشمش، تقدري بقى تضيفي له اي نوع من المربى اللي بتحبيها. انا كنت عاملة معاكم المربى في القناة دي مربى بيتي، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ممكن اي نوع مربى، فراولة او تين، بس هو معروف بمربى المشمش. هتحطي بقى كمية حلوة كده من المربى، وهنجيب التلت زي ما قلت لكم انا النهاردة مش هعمله على شكل شرايط، هعمله على شكل المبروشة اللي بتعملوها في الدول العربية. هنجيب المبشرة كده، الجزء ده انا حطيته في الفريزر قبل ما ابدأ ابشره، وهنبشر كده الجزء بتاعنا كله على التورت. هنا بقى دي قوالب تورت صغيرة، لو حابة تعمليه ميني تورت كده بيبقى شكل حلو جدا في التقديم. برضو هنخرمها بالشوكة، التخريم بالشوكة ده مهم جدا عشان التورت بتاعنا ما يعلاش معانا في الفرن، ولما نيجي نخرجه يتكسر معانا. التسوية بقى هنكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق.
على درجة حرارة 180 هياخد من 25 ل30 دقيقة في الفرن، كل واحد حسب الفرن بتاعه. أول ما تلاقيه أخد لون دهبي كده من الأطراف هتبدئي تخرّجيه. وده الطرط بتاعنا بعد ما خرج من الفرن مقرمش جدًا، عايزة أقول لِك بيتفتفت كده وأنتِ بتاكليه، لإنه بيبقى عامل زي عجينة البسكوت بالضبط. يا رب النهارده الوصفة تكون عجبتكم.